بعد الانتقادات الهائلة لأنس مروة وأصالة المالح، قرر أنس مروة يصور هذا الفيديو وينشره للمتابعين ليبين لهم وجهة نظره من إقامة حفل جنس الجنين على برج خليفة، وليثبت لهم بالدلائل والبراهين إنه هو بيحاول يصنع محتوى مثل صناع المحتوى الأجانب، لعل وعسى المنتقدين يفهموا عليه. يا جماعة بدي أحكي لكم قصة على السريع. في واحد بالوني أحسن من اللي بتعملوه بهوليوود. وبهذا المقطع بين أنس مروة ليش انفعل لهاي الدرجة وليش عصب، ووضح لنا إنه دخل على الفيسبوك ولقى فيه تعليقات كتيرة. ووضح بهذا المقطع إنه عمل الخير ما بيحتاج للإعلان والإفصاح، وإنه الله أعلم بالنوايا والصدقات، وإنه تعلم من والده إنه الصدقة ما لازم يعرف فيها أقرب الناس إلك. خلينا نسمع مع بعض. علي اني عصبت، ولكن امبارح دخلت على الفيسبوك يا جماعه اول مره، ويمكن كانت هي غلطه عمري. منيحه عم تحكي انه قديش نحن عملنا شيء منيح كلياتنا مع بعض، عيله كل الحب يا جماعه. وبالنهايه طلب أنس مروة من المتابعين إنهم ما يصدقوا الإشاعات اللي بتنقال عنهم، وتمنى إنهم يفهموا وجهة نظره بعد كل هالفيديو اللي نشره. إليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. وطبعا ما بيحلى الفيديو إلا إذا طلت فيه أصالة بطيبتها وعفويتها اللي حبوها فيها الناس، وحاولت إنها توصل معلومة صغيرة كمان للناس، وحكت كلام كتير مهم، ومن ضمنه إنها طلبت من جيش أنا صالة إنه لما حد ينتقدهم ما يهجموا عليه بطريقة سلبية، ما يبادلوا الإساءة بالإساءة. طلبت منهم يبعدوا الكراهية، وإذا حدا انتقدهم يشرحوا له بطريقة إيجابية ليوصلوا له الفكرة. أصالة أخذت مني التليفون حلو، ومعلش إن شاء الله هن مع الوقت. We love you guys. We love you. لايك لأنس وأصالة لرقي أخلاقهم وأفكارهم، واشتركوا بالقناة وانتظروا كل جديد.